كان الشمس تشرق فوق النيل وتحمله مياهها نحو المدينة الفرعونية العتيقة، حيث يعيش الناس حياة ملأها التقاليد والعادات. في وسط هذه المدينة نجد رجلا يدعى أمنحتب، وهو خياط مشهور بين سكان البلدة. يتميز أمنحتب ببشرة فاتحة وملامح يظهر فيها الأصيل المصري. كانت مهمته الأساسية تزويد الأغطية والملابس لقصر الملكة نفرتيتي. كان يدرك أهمية الملابس في المجتمع الفرعوني، حيث كانت الملابس تعكس الطبقة الاجتماعية والمكانة. في ورشته الصغيرة أعد أمنحتب الأقمشة المخيطة باستخدام الكتان، وهو من الأقمشة الأكثر شيوعاً في ذلك الوقت. كانت الملابس بسيطة تنسدل بتألق، ومع ذلك كانت كل قطعة تروي قصة عن الفخامة والتاريخ. أمنحتب كان مولعاً بمزج الألوان الطبيعية مثل الأبيض النقي والبني الترابي، ليبدع ملابس تتماشى مع جمال الطبيعة المحيطة به. أفنى سنوات في تطور مهارته في قص الأقمشة وحياكتها، مع وضع تصميم مبتكر يظهر القيم الفنية والطابع الجمالي للحضارة الفرعونية. في أحد الأيام تلقى أمنحتب دعوة من الملكة نفسها لعرض ملابس جديدة صنعت خصيصاً لحفل كبير سيقام في القصر. كانت الملكة تريد من ملابسها أن تعكس عظمة الحضارة الفرعونية، ومعرفة أمنحتب بتلك الطبائع ساعدته على مجاراة الأنتيكة والرموز المزينة. بدأ الحفل في المساء عندما تلألأت النجوم في السماء، وارتدت الملكة ملابسها الجديدة التي أبدعها أمنحتب. دخلت القاعة بكل أناقة، حيث لاحظ الجميع التصميم الفريد واللمسة الإبداعية التي أضفاها أمنحتب. كان الحشد مبهراً، وتقدير الملكة لأمنحتب كان واضحاً، ليصبح أمنحتب رمزاً للفن الفرعوني في عالم الملابس. هذه القصة لم تكن سوى صفحة في كتاب طويل يحكي عن دور الملابس في تشكيل هوية الحضارة الفرعونية وتاريخها العريق.